السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم دجاج مشوي في الفران ومعمر بالفيرميسيل، كيجي زوين بزاف بزاف ولذيذ كيف كتشوفوا هكا. ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا حزمه ديال القزبر ومعدنوس مع واحد نص حامضه مصيره، وعندي واحد 4 حتى ل5 ديال الدروس ديال الثومه. كلشي عندي هنايا مدقوق مزيان او طحنوه في الطحانه من الاحسن. كيف كتشوفوا هكا رقيق مزيان باش يجي بنين وكيطلق البنه ديالو. صافي هنايا كيف كتشوفوا درتهم في واحد البول هكا. غادي نضيف الملحه وحسب الذوق ديال كل واحد. هنايا ضفت شويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم حتى هو. ديما الملحه والعطريه كتبقى حسب الذوق ديال كل واحد وحسب الكميه ديال الدجاج اللي راحنا دايرين. هنايا درت الخرقوم، درت سكينجبير، الابزار، الملحه. هنايا عندي زريعه ديال القزبر حتى هي مدقوقه. عندي هنايا شويه ديال القرفه حتى هي كتجي زوينه بزاف في الدجاج. كنضيفوا واحد شويه غير راس ديال المعلقه. هنايا عندي شويه ديال العطريه ديال الدجاج، معلقه ديال السمن، شويه ديال الزيت البلديه، واحد نص كاس بحال هكذاك. صافي وغادي نضيف واحد الكاس صغير ديال الماء باش غادي نخلطوا هذا الخليط كلشي. غنخلط هذا الخليط مزيان وهاد الشرموله ديالي مزيان حتى تخلط مع بعضياتها مزيان. صافي وغادي نبدا نشرمل الدجاج ديالي. كتجي بحال هكذا كيف كتشوفوا العطريه كلها كتخلط مزيان. هنايا كنفلح صدر ديال الدجاج، كنفلحو شويه بالموس باش كيشرب العطريه وما كيجيش ناشف. كنبقاو ندخلو شويه هذيك الشرموله ما بين صدر ديال الدجاج باش ما كيجيش ناشف وكيجي الدجاج بنين. صافي غادي نشرمل الدجاج ديالي مزيان وغادي نخليه على جنب. ومن الافضل نشرملو ونخليه واحد الساعه د المكانه بحال هكذا. هنايا شرموله منين بقات ليا، الشرموله اللي بقات ليا غادي نضيف ليها الشعريه من بعد ما سلقتها وقطرتها مزيان من الماء. عندي هنا الكبيدات ديال الدجاج سلقتهم وقطعتهم حتى هما طريفات. غادي نخلط هادشي كله كيف كتشوفوا هكذا، وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الصوجه حتى هي غادي نزيدها. كنزيد شويه ديال البنه، بغيتو تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش بلاش منها. صافي غنخلط الكل مزيان. وهنايا غادي نبدا نعمر الدجاج ديالي. غنعمرو مزيان وغادي نجمعو غير بداك الكوردون ولا خيطوه بالخيط حسن. صافي غنكتف الدجاج ديالي مزيان بحال هكذا، ومن بعد غادي نغطيه وغندخلو للفران يطيب على خاطرو. منين يطيب، منين يسخن ليا الفران غادي نقص ليه ونخليه. هنايا عندي 2 بصلات مشلوضين رقاق، وعندي دوك العنيقات والقنصص ديال الدجاج حتى هما سلقتهم وضفتهم. غادي نضيف التوابل كلها كيف شفتوا داكشي اللي درت في الدجاج غادي نديرو دابا هنايا في الدغميره ديال الدجاج. عندي هنا الملحه، شويه ديال القرفه، شويه ديال البزار، الخرقوم، عندي شويه ديال السكينجبير، شويه ديال القرفه، شويه ديال العطريه ديال الدجاج. ايوا صافي غادي نخلي هادشي كله يتقلى مع بعضياتهم. بعد ما ضفت الزيت غيتشحر كلشي على حقه وطريقه، وغنسد عليها الكوكوط حتى كطيب ونخليها تقلى كيف كتشوفوا بحال هكذا حتى توقف لينا المريقه. بعد ما وقفت لينا الدغميره ديالها كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا هكذا مقليه على حقها وطريقه.
هنايا الدجاج بعد ما خرجته من الفران مرة كنبقى نسقيه بديك المويها ديالو اللي كتطلق معاه، وكنبقى نتقب ليه الصدر ديالو مرة باش يسفود. صافي هكاك كل 4 ساعات 20 دقيقة كنبقى نسقيه حتى كيطيب بحال هكا كيف كتشوفوا. هنايا عندي الخضيره اللي عندي موجوده راني درتها، اللوبيا عندي، خيزو عندي، بطاطا، القرعه، بخرتهم شويه حتى طابوا. من بعد غادي دهنتهم بشويه ديال الزبده، ملحه والبزار، وغندخلهم الفران حتى غيتحمروا. هنايا الدجاج حتى هو دهنته بشويه ديال الزبده وشويه ديال الموطارد، وغنرجعو للفران باش يتحمر واحد شويه. وهكا الدجاج ديالي ملي كنخرجو من الفران كيجي على هاد الشكل هذا، زوين بزاف ومحمر كيف كتشوفوا. الخضيره حتى هي محمره وبنينه. كنتمنى يعجبكم هاد الطبق هذا وتوجدوه لوليداتكم بالصحه والراحه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وبسلام عليكم.